السلام عليكم. نعم، رسالة تبدو في ظاهرها من شركة واتساب لكنها ليست كذلك. فما هي هذه الرسالة وما الخطير فيها ولماذا لا يجب عليك أن تفتحها وكيف تحمي نفسك منها؟ هذا ما تشاهدوه معي إن شاء الله في هذه الحلقة. أهلا من جديد. قبل الخوض في تفاصيل موضوعنا هذا أذكرك بأنه سوف تكون إن شاء الله اليوم هنالك 4 حلقات أو على الأقل 3 حلقات، 2 على هذه القناة و2 على القناة الثانية، بالإضافة إلى تدوينات باقي مدون مشروح. لذلك لا تنسى زيارة موقعكم مشروح، رابط الموقع كالعادة أسفل الفيديو، ثم أيضا الاشتراك في القناة الثانية، رابطها أيضا أسفل الفيديو كالعادة، وانتظار الحلقة المقبلة على هذه القناة نفسها أيضا. إذا دعنا ننتقل مباشرة إلى تفاصيل موضوعنا هذا، لكن قبل ذلك شركة واتساب نفسها. لذلك احذر، حتى لو وجدت في الرابط واتساب فهذه الرسالة ليست من واتساب. هنا تقول لنا new colors for WhatsApp now you can change your WhatsApp and leave it with your favorite color. تقول لك هنا بأنه يمكنك ببساطة تغيير لون الواتساب، وتطلب منك الضغط على Activate Now لتحصل على لون متفرد ومتميز لواتساب على هاتفك. وعندما تضغط على Activate Now للحصول على هذه الميزة التي سوف تعتقد بأنها ميزة جديدة من شركة واتساب، سوف تظهر معك هذه الرسالة الثانية: To activate the new WhatsApp function you must invite 12 friends or 7 groups. تقول لك من أجل تفعيل هذه الميزة الجديدة يجب عليك أن تقوم بدعوة 12 من أصدقائك أو 7 جروبات أو مجموعات. وعندما توافق على ذلك وتقوم أيضا بمشاركة الرسالة والضغط على أوكي، هل سوف تحصل على اللون الجديد لحسابك، اللون الأزرق بدل اللون الاعتيادي؟ لا يا صديقي، لا يا أخي الحبيب، لن تحصل على أي شيء. كل ما ستحصل عليه هو مجموعة من الأدويرز أو البرمجيات الخبيثة التي سوف يتم تثبيتها رغما عنك على هاتفك. مجموعة من التطبيقات المزعجة جدا التي سوف يتم تثبيتها على جهازك رغما عنك كما قلت. وأيضا بعد أن توافق، إذا وافقت على نشر الرسالة من أجل الحصول على الميزة الجديدة وتغيير لون واتساب في هاتفك، سوف يقول لك رسالة ثالثة هنا: New color released only for WhatsApp web. Access this site from your computer. يقول لك بأن هذه الميزة متوفرة لنسخة واتساب الويب أو المتصفح، ويجب أن تقوم أيضا بالدخول إليه، وبالتالي سوف يطلب منك الانتقال ونشر الرسالة أيضا في حاسوبك. عندما تقوم بذلك نفس الشيء سوف تحصل على مجموعة من البرامج الخبيثة التي سوف يتم تثبيتها على حاسوبك، وبالتالي سوف يكون تعرض كل من هاتفك وحاسوبك للضرر ومجموعة من البرمجيات الخبيثة التي يمكن أن تؤدي بك إلى مشاكل خطيرة جدا، خصوصا ونحن نعلم حاليا بأن واحد من أخطر الفيروسات في العالم ويضرب بقوة. سوف نتعرف على كيفية التخلص منه أيضا إن شاء الله بعد قليل في الحلقة المقبلة على القناة الثانية. إذن هذه هي الرسالة، هذا هو العنوان الذي تأتي به من واتساب نفسها كما تشاهد معي whatsapp.com، لكن الرابط الأصلي ليس من واتساب. فكيف تعرف هل الرسالة من واتساب أو لا؟ يكفي أن تضغط ضغطة مطولة على الرابط أو على الرسالة وسوف يظهر لك الرابط الحقيقي. عندها يمكنك أن تتجنبها. وعموما إذا ظهرت لك هذه الرسالة التي تخبرك بأنه أصبح بإمكانك الآن الحصول على الميزة الجديدة لتغيير لون حسابك، لا تضغط عليها وتجنبها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التحذيرية هذه، أتمنى أن تكون قد استفدت منها. لا تنسى الضغط على زر لايك ثم مشاركة الحلقة نظرا لأهميتها الكبيرة جدا، وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في باقي حلقات اليوم. دمت أنت وهاتفك في أمان الله.